السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي الثانية مستر صلاح، اللي قناتي الأولى أخبار الساعة للتوظيف اللي مجالها توظيفك. رابط موقعنا في صندوق الوصف. أخبار الساعة للتوظيف فيه جديد توظيف ما يتعلق بالتوظيف، ورانا نريقلوا فيه ونصلحوا فيه في كل مرة. هاكم تعرفوا المواقع ديما يعني مشاكل يعني. إن شاء الله نحاولوا دائما نحسنوا هذا الموقع ونحسنوا الشيء اللي فيه إن شاء الله، ونحاولوا نقدموا أكثر خدمات إن شاء الله في هذا الموقع. في هذا الفيديو احنا نهضروا على مسابقات يعني بالمدرسة العليا اللي في ولاية قسنطينة، مديرية التكوين والتعليم بولاية المنيعة، جامعة قصدي مرباح بورقلة، عروض عمل بمؤسسة يعني تاع سوناتراك بالنعامة، عروض عمل بولاية معسكر، مسابقة تضيف بجامعة سيدي بن العباس، زيدوا مدرسة العليا للأساتذة في الآداب والإنسانية بوزريعة. هذه كامل يعني في رابط مقارنة. تحب تكتب العنوان، تحب تكتب كيما تحب انت، يا واش خاصك اكتب، فهمتوا؟ وجامعة البليده. نبداو بمسابقة تضيف مدرسة العليا بقسنطينة. الإعلان توظيف يخص ملحق للمخابر الجامعية، مساعد مكتبات جامعية، ملحق رئيس الإدارة التقني سامي في الإعلام الآلي، منصب. الإقامة لازم ولاية قسنطينة. والإعلان الله أعلم تم نشره اليوم ولا أمس، يعني يا 21 يا 20 افريل، او جديد يعني ملاش. باقي التفاصيل هاكم تعرفوها. استماره، طلب خطي، استمارات مشاركه، ومنا راكم تلقاو طلب خطي واستماره هنايا يعني وجاهزين. اكتبوا عمروهم، تلقاو حتى فيديو طريقه يعني كيفاش تعمر الاستماره. الاعلان الثاني بمديريه التكوين والتعليم المهنيه لولايه المنيعه، يعني فيها عامل مهني مستوى اول زوج مناصب، عامل مهني مستوى ثالث زوج مناصب، عاون خدمه مستوى الثالث منصب، راكم شايفين يعني الصور، وسائق سياره من المستوى وش المستوى الثاني، والصور هم واضحين اكثر يعني. ها وراه تاريخ النشر 18 افريل. وباقي التفاصيل راكم تعرفوها، طلب خطي ومنه وطريقه المشاركه مشروحه يعني بالتفصيل في الاعلان. جامعة قصدي مرباح بولاية ورقلة، إعلان توظيف بعون وقاية مستوى أول منصب، عامل مهني مستوى أول بتوقيت الجزئي منصب. وراها راكم شايفين عامل مهني مستوى الأول منظفة 8 مناصب، عون خدمة مستوى الأول منصب. ها مرة الإعلان ها وراه واضح، تاريخ النشر 15 أفريل. العرض الآخر يتعلق بالسوناتراك لولاية المنيعة، تيميمون، راكم شايفين يعني تيميمون أضرار. كاينة زيدو هاد تيميمون وأضرار عدة مناصب. انجينيور، راكم تعرفين تكنيسيان، راكم يعني راكم شايفين تكنيسيان برودكسيون هذيك، وتكنيسيان شايف بيفت هذه ولا بيت ولا مش عارف مكتوب ولا مش عارف. انفيرمي دو سواني جينيرو، يعني عده مناصب. وهذه كي تلقاو اي عرض يتعلق بوكيل تشغيل هاكم عارفين العقليه، ما كانها نشرحه. اي حاجه تابعه لوكيل تشغيل يعني راك لازم تعود مسجل في وكيل تشغيل ويعطوك بيلتا وتروح تعقب تيست. وانا شرحنا هذه الامور في قناتي الاولى اخبار الساعه للتوظيف. عروض عمل ومسابقة توظيف بولاية معسكر، ها عدة عروض عمل كلها جديدة يعني تقريبا لها 5 أيام 6 أيام في أبريل، أنا مش حاجة مش تواريخ قديمة ولا حاجة. هم وراهم يعني عدة مسابقات وعروض عمل، هم وراهم 14 15. كاين حتى مسابقة بمديرية خدمات جامعية معسكر 15 أبريل. وهنا عروض عمل كاين بالوكالة، هذه وكالة تشغيل دماء كما نقول حنا نروحوا ما طولوش كما يقولوا حاجة، فما. جامعة سيدي بن العباس إعلان توظيف مهندس دولة في السكن والعمران، وثائقي من محفوظات، ومهندس دولة للمخابر الجامعية. هذه 3 مناصب. المشكلة أنه هذه المسابقة ما لقيتهاش يعني في صفحتهم وفي موقعهم، لقيت غير هذا اللي راه يسكن في سيدي بن العباس يحاول يزيد يقرعج على المسابقة هذه. نشروها يعني منذ 4 أو 5 أيام تقريبا، في 16 أفريل هي المفروض. زيدوا قرعجوا عليها كش ما تلقاو إعلان. أنا هذه الصور جبناها من موقع الوظيفة العمومي يعني، مازال ما كي بحثت عليه صراحة ما لقيتش. أنا بحثت على الصور ما لقيتهمش فيه هما. عفوا، هما الصور اوفيسيال، ولكن الاعلان ما لقيتوش يعني من طرفهم يعني عبر صفحتهم. اعلان توظيف هذه وش هي؟ ايه مدرسة العليا للأساتذة والآداب والإنساني بوزريعة الجزائر 14/4. إعلان أستاذ مساعد قسم باء 12 منصب. وراها راكم تعرفوا يعني طريقة المشاركة كما طريقة مشاركة المسابقة تاع أستاذ مساعد قسم باء، لازم بروغراسو من معاكم عارفين الحكاية كيفاه. مديرية خدمات جامعية البليدة العفرون، إعلان توظيف هاي وراها بتاريخ 14 أفريل. فيها عامل مهني مستوى ثالث منصب، عامل مهني مستوى ثاني زوج مناصب، عامل مهني مستوى أول 6 مناصب، حارس منصب. ها وراها. اللي حاب يشارك في هذه المسابقات يدخل رابط موقعنا يلقى التفاصيل وما يتعلق بهذه المسابقات. تحب كذلك انت راك تتفرج في الفيديو هذا بعد مده،
تحب ثاني تدخل تتفرج، يعني تشوف كما نقول حنايا مسابقات جديد، مسابقات في موقعنا. كاين كذلك طلبات خطيه، استماره مشاركه، نماذج مسابقات وكل ما يتعلق، كاين خدمات، كاين فيديوهات، كل ما يتعلق. كاين واحد التنبيه بسيط يا جماعه، في بعض الاحيان واحد يدخل يتفرج فيديو في قناتي، وكي يتفرج في الفيديو هذاك، الفيديو هذاك قديم مثلا لي 3 سنين 4 سنين، قناتي بحكم قناتي راه من 2017، فيتفرج فيديو قديم ويبدا يعلق لي كيما لسه واحد علق لي: نتايا المعلومات اللي شرحتهم في الفيديو ما لقيت حتى معلومه، وكامل ديروا فيديوهات على وكامل ديروا فيديوهات على ما على بليش، وتشرحوا حاجه وهي ما كانش، وعلى راكم تخرطوا تكذبوا على الناس. يا جماعه هو الفيديو هدر على وسيط اونلاين قبل 4 سنين ولا 3 سنين، يعني الوسيط اصلا داروا له موديفيكاسيون، كل خطره يديروا له ميزاجور تحديث. انت تتفرج في فيديو خدمته في 2019 انايا ولا 2018 ولا 2020 ولا 2020، يعني عقبه تعلق 3 سنين او 4 سنين، وتجي تعلق لي في 2024 في افريل 24 تقول لي هذه وشي؟ يا راجل توله برك، توله للفيديو تاع تاريخ الفيديو. وهذه المشكله دائما تصرى لي. يتفرج فيديو كيما ذاك النهار واحد تفرج لي فيديو تاع مسابقه الاساتذه، يا حسره يا واحد الفيديو في مسابقه الاساتذه عامين الاولى تاع الاولين تاع قناتي، دخل وراهي المسابقه راك تهضر فيها، وراهي المسابقه راك تشرح فيها، كامل ديروا فيديوهات على جال والمشاهدات وبدا. يا راجل كنت تفرج فيديو راه ليه 6 سنين الفيديو، واش راك دير تاع واش دير؟ تولاه التاريخ تاع الفيديو او ليه مده تاريخ. فلذلك هذه المشكل حاب ننبه لها. الامر الاخر بالنسبه للتعليقات اللي يخرجوا في فيديوهات، التعليقات يا جماعه اليوتيوب راكم عارفين العقليه، كنت شرحت هذه النقطه في اكثر من مناسبه، قلت لكم انه اليوتيوب مش كيما الفيسبوك، كيما تعلق تخرج نوتيفيكاسيون، يعلق واحد نوتيفيكاسيون. اليوتيوب ما فيش هذيك نوتيفيكاسيون. اليوتيوب واش يدير لك؟ يعلقوا 100 يخرج لك نوتيفيكاسيون تاع زوج من الناس، يعلقوا 500 يخرج لك 10. هذا ما كان. يعني انت في اليوتيوب من المفروض رايك ما تردش على التعليقات اصلا، لانه ما تقدرش ترد. دوك انا كيما قناتي فيها 2000 فيديو، قناتي اخبار الساعه للتوظيف الاخرى، وهذه ان شاء الله تشتركوا فيها وتفعلوا جرس الاشعارات، وخاصه تفرجوا الفيديوهات كامل، لانه انا نطلعوا في القناه هذه على الاقل احتياطيه القناه الاولى. فهمنا؟ ما المشكل هذا تاع النوتيفيكاسيون. فبالتوفيق الجميع، ربي يسهلكم اموركم. ما تنسوناش باللايك والتعليق، ورابط موقعنا في صندوق الوصف مثبتا في اول تعليق. بالتوفيق والسلام عليكم.